يساوي 90. مسكت القلم هيك او هيك غلط. هاي 90. من هون بطلع بسيف القلم، حد القلم بيطلع رفيع مستقيم. بعدين بعمل زي الواحد، من هون لازم تبقى 90. اذا عملت القلم هيك غلط. هاي 90. بعمل زي قوس، نص او نص قوس، عريض رفيع. بعدها بدي اعمل نهاية الالف المرسلة اللي مأخوذ منها زي حرف الراء. هذا رفيع عريض، عريض رفيع. هاي ترسم رسم يا جماعة. وعلى هاي تقريبا كأنها بزاوية 45 هيك، يعني كأنها وتر مشدود. فأنا لو بدي أعيد كتابتها، واحد، هاي الحركة الأولى، هاي الحركة الثانية، هاي الحركة الثالثة. تمام. إذا حطيت خط مستقيم ببين إنه هون في تقوس، وإذا حطيت هون وتر ببين إنه مشدود، يعني في تقوس صغير مش مستقيم. طيب إذا نيجي نعمل الألف المجموعة، مش في نقاط على اصول، في علمتنا 3 نقاط بس ما في ناس، في ناس بضل يعني في ناس بيستصعبوها، بس هي 3 نقاط مثلا، واحد. والنقاط تقريبية يا جماعة، يعني مش إنه مقياس. هاي من هون لهون مثلا 4 نقاط، وهاي نقطتين، 1 2 3 4، وهاي نقطتين 1 2، على أساس إنه نسبة وتناسب، تلتين وتلت. في إشي اسمه النسبة الذهبية. هلا في ناس بده يحط يضل نقاط، فهي خليها ندرب العين، خليها بالعين تيجي احسن. هاي واحد. هلا الاحسن من هيك انه انا مسطر يعني في عندي ورقه مسطره فيها 6 نقاط. يعني احنا كل الديواني عباره عن 6 نقاط، 1 2 3 4 5، حتى هيك 6. هذا بعد نقطتين، هذا اهم سطر بسموه خط وهمي، بس هذا كل المفاصل كل الزوايا لازم تيجي عليه. يعني هاي الألف من هون ببلش، وهاي هيك هون بوقف، هذا اسمه مفصل. على هذا المفصل بعمل هيك. هاي الألف الثانية، 1 باجي هون برد بعمل هيك. الواو أو الباء على المفصل على هذا السطر بوقف هون وبعمل هيك. طب هيك اسهل والله. تمام. لازم بعد نقطتين، هاي لازم اعطيكم اياها. الدال من هون نقطة قبل، يجي هون المفصل، هون اجا، بعدين نص الدائرة هون، بعدين هيك. الراء من هون زي الباء من فوق السطر وبعمل هيك. يعني كل إن العلاقة في هذا السطر اللي عارف عنه. السين بدها تيجي من فوق، 1 2 على السطر، وبعدين هاي هون المفصل، وبعدين هذا اسمه مفصل. الصاد بدها تيجي فوق السطر هيك، وبعدين المفصل هون على السطر، وبعدين نعمل قوس. الطاء بدها تيجي تمام من هون هيك، هاي المفصل، وبعمل هيك. الطاء بين السطرين يعني. هو المفصل، هذا المفصل لازم يجي هون، يعني هاي لازم يعني هيك من هون، بعدين هاي. بس اسمه مفصل، لازم كل المفاصل تيجي على هذا السطر. الفاء من هون، المفصل هون، هاي شايف مفصل، بعدين بعكس. القاف من هون، بس القاف شو بتختلف عن الفاء؟ نعم، يعني أقصر من هون، هاي طلع هيك مجورة أكثر وأقصر، وهي هيك. تمام. وهي الفاء. اللام والكاف كتبناهن هي. طب القاف بنحط النقطتين هدول الشقة، إما هاي أو هاي، إما هاي أو هاي، إما أو. لا احنا حطينا أو النون بدها تيجي هون مفصل، هاي مفصل، وبعدين نعمل هيك. تمام. ايش بدكم؟ العين، هاي العين من هون بدها تطلع هيك، تنزل على السطر، وبعدين بتروح هيك. كمان حركة القلم يعني كيف تمام. هاي العين اول اشي اذا بدنا نشرحها نطلع بسيف القلم زي الالف. هون بكنا نروح على اليمين، هون نروح على الشمال، نقطتين مع شوية نزول. لو حطيت خط مستقيم بتلاحظوا في نزول. بعقلي بدي ارجع هيك بعرض القلم، بدي ارسم هذا المثلث، شايفينه؟ هلا بدي ارجع هيك لعند السطر. هون بسموها زي بكسر القلم، يعني بكسر الزاوية هيك وهيك، بكسر وبعمل هاي الحركة. بشرط هدول يبقوا هيك قبال بعض. هذا السيف مع هاي تكون نهاية، المسافة هون ما تكونش كبيرة، هون طالعة شوي، هون طالعة هيك.
يعني في لها تشريح، اذا بنشرحها بتبين عليكم. الواو كتبناها لازم تيجي زي القاف على المفصل، هاي المفصل، وبعدين نهاية الألف. النون كتبناه. الميم بتبلش من هون عن السطر هذا اللي هو الثاني، وفيها اللي هي نفس نزول العين بزاوية 45 على السطر اللي تحت، وبسموها فرك. هون لازم أفرك القلم هيك، بشرط إنه الميم البداية والنهاية يكونوا، وهاي المسافة طويلة، كأنه حدا هيك ماسك كوس، يعني هذا طويل المسافة. في ناس بها شو ضل حرف الهاء بدها تيجي هون على المفصل، هاي المفصل، وبعمل. شفت هذا الخط قديش ناسينه وطلع مهم؟ ليش مخبي عنا سر الصنعة؟ الياء، لا هدول الثلاث. اللام ألف هي عبارة عن هاي اللام ألف، الحاء والخاء هدول هاي اللام ألف قصيرة من هون على المفصل، وبعدين بعمل دائرة قصيرة، هاي طلع رجعت هون بعكس القلم، برجع هون على المفصل وبعكس هيك. هذا مفصل لازم يجوا الثلاثة على الخط. الحاء يا أستاذ وين الحاء؟ نفس الميم، هاي السطر تبعنا، بطلع من هون، هاي من هون ببلش من السطر 1 وبطلع لفوق 2، بعمل نفس هاي الحركة تبعت الميم هيك، وبرجع هيك، بشرط الحاء البداية والنهاية 1. في حاء تانية بسموها الحاء الراجعة، هاي خط، هاي نقطتين، هاي النقطتين تبعاتي، وهذا خط أهم شيء الأساسي. نيجي هون كل هاي الحاء بدل ما تبقى تنزل عن السطر نفس الراس ونفس المدة، بس بدل ما أنزل لتحت شو بعمل إيه؟ زي العين. حتى العين في لها شكل تاني، هاي العين بدل لما أصل للسطر إما برجع زي هاي، وإما بعمل زي الحاء هيك بعمل. الميم والحاء والعين بيشبهوا بعض، هاي النهاية تمام، بس هاي راجعة، هاي الحاء تشبه هاي الميم، وهاي العين. شو ضل؟ يسعد صباحك. هدول اللام ألف هلا كتبناها بس شكلين. هاي المفصل هون 1 على المفصل هون، وبرد بعمل نهاية الألف، برد بعمل هيك، هنا بس قصيرات هون على المفصل، وبعمل نهاية الألف، فبيطلع كأننا هيك مش مكاتب. يعني الثانية أقصر من الأولى تقريبا، لا حتى لو يعني هذا لام ألف، بس لام ألف بشكل فني يعني بيستخدموا هاي الألف، وهاي لام ألف استخدموا هاي الكبيرة زائد هاي الصغيرة، شبكون بعض بس صغروهم، يعني هاي ألف مجموعة بس صغيرة، وهي ألف مرسلة. يعني زي الله. الياء شو علاقتها بالمفصل؟ بدها تيجي هون، هاي المفصل هاي هون، وبحط. شوف في حرف ما كتبناهوش، لا الشين، هاي السين والشين كتبناها، السين أخت الشين. بس هلا نيجي والسين الطويلة السين الطويل، هاي نقطتين، وهاي السطر تبعنا الوهمي. السين الطويلة بدها تيجي من هون قد ما بدك، وتهدي وين؟ على السطر الوهمي اللي كنت، ولازم هاي المادة تيجي، بعدين هاي المفصل وهاي اللفة. طب كده ده الشيء انزل فيه تاخذ قد سطرين ما بدك، يعني قد ما بدك، هاي قد ما بدك، بس تاخذ شكل الراء وفيها نزول، يكون هذا اسمه وتر، لازم يكون هالمسافة نقطتين، يعني هاي بسموها واقفة، بس ما ينفعش أعمل السين هيك، فيها ما شوية فيها تعجيل. شيء. لازم يكون أول ما أحط القلم أفرد، بعدين يعني هذا بسموه تحدق، بعدين تقعر هيك تقعر، هذا تقعر مقداره نقطتين، ما يكونش مستقيم. وبعد لما أصل خط السطر لازم أمشي مسافة، هاي لازم مقدار نقطتين، لازم أمشي يا جماعة. في ناس أول ما بعمل هيك بيوقف كأنه كل هاي السين بتطلع مقطوعة، لازم أمشي هدول المسافة، شايفين هاي عشان تطلع مرتاحة. وصلت؟ هاي 20 حرف، 20 دقيقة.